السلام عليكم، أهلا بكم في قناة حكاوي تيتا المرعبة مع قصة جديدة مرعبة وغريبة من حكاوي تيتا المرعبة. قبل ما نبدأ قصة النهاردة إن شاء الله ما تنسوش الاشتراك في القناة والشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. نبدأ قصتنا النهاردة إن شاء الله. نسمي الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. جزر المالديف أجمل مكان على وجه الأرض، جنة الله في الأرض زي ما بيقول. الجزر اللي كل الناس في كل الأماكن اللي في الدنيا بتتوجه ليها، والنفوس كمان بتتمنى إن هي تروحها من جمال ميتها الشفافة وجوها النقي الجميل وهواها اللي يرد الروح. لكن تعرفوا إن الجزر الجميلة دي ليها قصص مرعبة، ليها قصة في غاية الرعب محدش يتخيلها. يعني المكان الخلاب الجميل ده أجمل مكان في العالم ده وراه قصة مرعبة، ومش قصة كمان خيالية، لا دي قصة معروفة ومذكورة في كتب التاريخ، وكمان السكان المحليين بيرددوها. طب ايه هي القصة دي؟ قصة مارد كان مسيطر على الجزيرة دي. مارد من الجان كان بيعمل فيها كل شيء مرعب، لدرجة انهم عشان يتحاشوه بنوا معبد، وكانوا بيقدموا له كل شهر بنت جميلة قربان. البنت دي كان بيحصل لها حاجة مرعبة محدش يتخيلها، لغاية ما وصل هناك بالصدفة شخص مسلم غير اللي بيحصل على الجزيرة ده 1,000,000 درجة. وكمان الجزيرة من يومها لغاية الآن بقى كلها مسلمين. نعرف القصة مع بعض، ده اللي هتسمعوه من تيتا المرعبة. جزر المالديف. جزر هي دولة بتتكون من عدة جزر في المحيط الهندي. قديما كانت جزر المالديف دي كل سكانها بوذيين، يعني ما كانش فيها أي مسلمين، لغاية ما حصلت صدفة عجيبة غيرت الجزيرة دي قلبا وقالبا. الصدفة دي هي إن في مركب كان عليها أحد الشيوخ علامة اسمه أبو بركات البربري. الشيخ ده مش كان رايح للجزيرة قصد أو رايح ليها زيارة، لأ، الشيخ ده كان على مركب في البحر. المركب دي غرقت وكل اللي في المركب دي غرقوا. الشيخ قعد يعافر لغاية ما وصل لصندوق، وفضل راكب على الصندوق ده ومتعلق فيه لغاية ما وصل بالصدفة على شاطئ إحدى الجزر في المكان ده. كل اللي في السفينة غرقوا، والشيخ ده ربنا نجاه بأعجوبة عشان يصل لغاية ما وصل الجزيرة دي، وربنا نجاه بأعجوبة. أول ما فاق وقدر إن هو يمشي، فضل ماشي لغاية ما وصل لمنزل خشبي بسيط في المكان ده. طبعا راح وجد إن في سيدة كبيرة في المنزل ده، ست عجوزة، أطعمته وأعطته الملبس والشراب، ويعني رعته لغاية ما استعاد عافيته وقدر إن هو يقوم ويتحرك. لكن كان في مشكلة بتواجهه، ان الست دي كانت بتتكلم هندي وهو بيتكلم عربي، يعني لا هو فاهمها ولا هي فاهماه. والست دي كانت بتبكي بحرقة، يعني الفترة اللي هو قاعد معاها ما كانش بيشوفها غير وهي بتبكي، بتقدم له الاكل بتبكي، بتقدم له الشرب بتبكي، بتساعده في اي حاجة بتبكي، وهو مش فاهم وعمال يعني يشرح لها بأي طريقة بحيث ان هي تقول له مالها وفيها ايه، لا مش فاهماه خالص. لغاية ما بالصدفة كده عارف قابل واحد بيعرف يتكلم عربي، يعني عارف ان هو يتكلم عربي، فهمه فسأله وقال له ترجم لي الست دي مالها وعرفني مالها. قال له الست دي بتبكي لان في هنا مارد من الجن، شيطان بيجيلنا كل أول شهر. الشيطان ده بيجي على مركب في البحر، المركب دي بتبقى مليانة أنوار غريبة وعجيبة وساطعة جدا، كان بيجي يبهدل الدنيا هنا. يعني المارد ده كان بيجي، أو الشيطان ده كان بيجي، يعني كان بيسفك الدماء هنا، ويعني كان
مبهدل الجزيرة خالص، لدرجة ان السكان مش كانوا عارفين، يعني كانوا اللي كان بيموت يموت، واللي يتقتل يتقتل، واللي يتسرع منه، لغاية ما هم فكروا ان هم يعملوا حاجة بحيث يبعدوا اذى المارد ده عنهم. فعملوا ايه؟ طبعا لما كان بيقتل وبيسفك الدماء، يعني جات لهم فكرة كده أهل القرية إن هم يبنوا معبد، ويجيبوا بنت جميلة جدا يعني يحطوها في المعبد ده، والمعبد يبنوه على أول على شاطئ البحر، بجنب البحر على أول الشاطئ، بحيث إن هو أول ما المركب بتاعته تيجي يلاقي المعبد ده ويدخل ياخد البنت الجميلة دي اللي مقدمينها له كقربان، عشان مش يأذي حد من أهل القرية. يا جماعة، الكلام اللي أنا بقوله لكم ده مش أسطورة، الكلام ده مذكور في كتب التاريخ ومعترف بيه في جزر المالديف. طبعا بيختاروا البنت دي اللي بيقدموها قربان عن طريق القرعة، يعملوا قرعة بين أجمل بنات موجودين ويقدموها كقربان، والكلام ده بيحصل كل أول شهر. وكانوا لما بيحطوا البنت دي في المعبد، كانوا تاني يوم بيروحوا يلاقوا البنت دي مذبوحة ومفيش أثر للدم ليها نهائي، زي ما يكون في حد شرب الدم ده وامتصه قطرة قطرة. يعني كأن الشيطان ده شربه أو امتصه، هما مش عارفين الكائن ده ايه. طبعا أبو بركات فكر ان هو يوضع حد لهذا، لان هو الكلام اللي جه ده يعني مش يعني قال لا، انا لازم اوضع حد للموضوع ده، دي يعني ده حاجة مش ترضي الله ابدا ان يضحوا ببنت كل اول شهر كده. فعمل حاجة محدش يتخيلها، محدش يصدق الفكرة اللي جت في دماغه. طلب ان هو يرتدي ملابس فتيات وان هم يودوه في المعبد مكان البنت اللي عليها الدور ان هي تتقدم كقربان. قال لهم لبسوني لبس بنت ودخلوني في المعبد ده، وفعلا عملوا كده، ارتدى لبس البنات وقعد في المعبد مكان البنت الجميلة دي، واخد معاه مصحف في المكان ده. طبعا كان مخبي ده كله. وصل الجان فوجد أبو بركات، يعني هو الجان وصل بالمركب بتاعته ودخل المعبد ولقى أبو بركات أمامه. طبعا أبو بركات كان مرتدي لبس بنات، وأول ما جاي يقرب على أبو بركات عشان يفتك بيه زي ما بيعمل في كل بنت، بدأ أبو بركات بقراءة سور وآيات معينة من القرآن الكريم. آيات القرآن الكريم أول ما أبو بركات قرأها على المارد ده ارتعب وهرب على الفور، جري على الفور على طول وهرب من المكان وأخد المركب اللي هو جاي فيها ومشي. اللي هيسأل يقول مركب ازاي؟ طب جان، طب ما هو ممكن يطير في الهواء أو يجي ماشي على المية. ده مذكور في كتب، يعني ده الكلام ده مكتوب في كتب واحنا بنقوله، الله أعلم الصدق فين والكذب العهدة على الراوي، لكن دي الكلام ده بيتردد كثيرا عن جزر المالديف. الجان هرب. الناس تاني يوم راحوا المعبد اللي مفروض يروحوا يلاقوا في حد مذبوح فيه، راحوا لقوا أبو بركات قاعد على قيد الحياة. طبعا الخبر ده مال الدنيا، والمارد أو الشيطان الجان اللي بيأذي البنات هرب، ما عملش حاجة في الراجل ده لغاية الكلام ده ما وصل الملك. طبعا الملك بعت دعوة لأبو بركات واستضافوا عنده في القصر. لكن أبو بركات كان عايز يمشي من المكان، لكن الملك اشترط عليه شرط واحد، إنه هو يخليه معاهم لغاية الشهر التاني ما يجي عشان يشوفوا الجان ده هيعمل ايه معاه. وفعلا أبو بركات قبل بالموضوع ده واستنى شهر، وفي فترة الشهر دي كان بيدعو فيها لدين الإسلام. دعا فيها أبو بركات لعبادة الله الواحد الأحد، لأنهم كانوا على الديانة البوذية، فقعد يدعوهم على الإسلام
وبدأ يحفظ فيهم، يحفظ جزء منهم يعلمهم اللغة العربية ويحفظهم القرآن عشان يحفظوا اللي بعدهم. وفعلا انتشر الدين الإسلامي لدرجة إن جميع سكان القرية أسلموا على يد أبو بركات في خلال الشهر ده، عشان يجي الشهر الجديد ويوصل الجان ويستقبلوا أبو بركات نفس الاستقبال المرة زي اللي حصل في أول الشهر اللي قبله. يرتدي الملابس النسائية ويقعد، وأول ما الجان المارد يجي أبو بركات يتلو آيات القرآن الكريم، فهرب مارد الجان. هرب مارد الجان الشهر ده وما جاش تاني، ما جاش تاني لأن أغلبية يعني كل سكان القرية أسلموا وحفظوا آيات القرآن الكريم وما عادوش بيخافوا من الجن ده، بالعكس هو اللي بدأ يخاف منهم. القصة دي ذكرت عن جزر المالديف، الله أعلم هي حقيقية ولا كذب، لكن القصة دي ذكرت في كتب التاريخ. لمزيد من القصص المرعبة ما تنسوش الاشتراك في القناة والشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. ويا رب تكون القصة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.